السؤال ده اجمل سؤال اتسال. بص، في طلبه تذاكر ويقول لك ايه، لا انا بذاكر وانسى. بص يا حبيبي، في حاجه اسمها الاكوزيشن. اكوزيشن قوه الاستيعاب عندك. قوه الاستيعاب شهر 8 زي 11 زي شهر 3 زي شهر 6؟ لا طبعا. يعني دماغك كل ما بتروح بتتشبع معلومات، ده طبيعي. افهم يا ابني العقليه البشريه بتاعتك. ما تذاكرش وتحب تشيك انا ناس ولا مش ناس، مالكش دعوه. ذاكر بس يا باشا. يعني ما اقعدش اقول لنفسي فاكر، لا حل، هتلاقي نفسك فاكر ما تخافش. انما لو اديت نفسك احساس ان انا ايه ده، انا بنسى ده انا بنسى، هتنسى فانت ذاكر، مالكش دعوه بقى، انت ذاكر وتعالى حل. هتلاقي وانت بتحل بتتعامل. انما في احيانا بيبقى في نسيان، ده طبيعي. ليه؟ كتله الاستيعاب بتبقى مختلفه. دماغك انت كشاب زي دماغي انا كمدرس. عندي انا مثلا 23 سنه و6 شهور و4 ايام، زيك انت اللي عندك 18 سنه. محدش يدقق في العمر بتاعه، محدش يدعوا اركي الموضوع. انا ما بحبش سيره العمر. ليه؟ مالكش دعوه بالموضوع. فلا طبعا، انا كبني ادم 40 زيك انت كبني ادم 18 سنه. مين اللي دماغه اخضر؟ انت طبعا. وانا بحضر بحترم ده في نفسي. انا بحترم ده في نفسي. ليه؟ بقعد احضر اكتر واكتر واكتر. ليه؟ طبعا. انما انت بقى ما تعملهاش مشكله. واحد نسي شويه، انت تعمل له مشكله، انت تكبر الموضوع. بص يا واد، بص خليك باصص نظره النسر مش النمله. يعني النمله تشوف الايه، تشوف حبايه البرسيم، عارفينها طبعا كلكم. شوف حبايه البرسيم ايه؟ صخره. طب والنسر يشوف الجبل من فوق ايه؟ حبايه برسيم. بص بصه النسر مش بصه النمله. شوف الامور من فوق وما تخافش.